Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ دراجة رال انجليزي. الدراجة دي يعني من النوادر، يعني صعب اللي انت تلاقيها مرة تانية في مصر، لان البراند الانجليزي دوت براند عالمي، براند محترم، واداء الدراجة على الطريق مختلف تماما 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 غير البراندات التانية، سواء في الجودة والاعتمادية او في الاداء. زي ما انا قلت لكم، الاداء بتاعها يختلف تماما، ووزن الدراجة بيبقى خفيف، والمكونات بتاعت العجلة دي اصلية جدا، مفيش اي قطعة متغيرة. ودي هنستعرضه مع بعض خطوة بخطوة كده، بكل يعني يكون الفيديو خفيف عليكم، كل قطعة في الدراجة. والدراجة دي شوفوا الفيديو كويس جدا، لان القطعة دي قصدي العجلة دي مزودة بامكانيات مميزة جدا. ان شاء الله الفيديو يكون شيق عليكم. انا بحب اصور لكم قطعة في الدراجة قبل ما حد يجي يقتنيها او حد حابب يشتريها، عشان يبقى هو عارف جاي على ايه، وكل حاجة يعني بتكون واضحة قدام العميل بالفيديو، عشان يبقى هو عارف جاي على ايه. واللي بيبقى جاي على عجل استعمال خارج يعني الحمد لله بيريحنا وفاهم هو جاي على ايه، لان الصيني برضو احنا عندنا الصيني بينبعوه برضو، بس الاستعمال خارج انت بتاخد حاجة اعتمادية وحاجة تعيش معاك وبراند عالمي. وانت لما تخش على الويب سايت بتاع العجلة شوف سعرها بره عامل كام، وعقبال ما تجيلك مصر والجمارك بتاعتها بتشوف عامل كام. احنا بنوفر لك كل الكلام ده مقابل سعر برضو لا يذكر جنب، لو انت هتجيبها من بره او حد هيجيبها لك في شنطة، او حد هتشتريها انت من بره وطريقة نقلها لبره وتيجي عليك. احنا بنوفر لك الكلام ده بسعر رخيص، وعجلة تكون حالة كويسة وما استخدمتش في مصر. تمام. بصوا اجزاء العجلة كلها اصلية. الفرق هنا كربون فايبر مختوم عليه شعار كلمة ده شعار شركة رالي الانجليزية. العجلة دي انجليزي، تمام. كل الفرش كربون، وده بيخلي وزن العجلة خفيف جدا، تمام. الفريم هنا ألمونيوم سبيكة محترمة كويس. برضو كلمة رالي هنا في النص، وعلم انجلترا برضو هنا. برضو الفريم هنا زي ما انتوا شايفين الكلام ده انجلاند وبتاع. الفوكس بس يظبط اهو. العجلة دي زي ما قلت لكم انجليزي، والبراندات الانجليزي الصناعة الانجليزي معروفة. احنا مكاننا في محرم بيه اسكندرية، وعندنا شحنة برضو، خدمة الشحن تجيلك لحد البيت، العجلة تجيلك تحافظ عليها لو انت برضو عاوزها. هسيب لكم برضو رقمي في الديسكريبشن، وضغطوا على اللايك والاشتراك في القناة عشان برضو انتظروا مننا في فيديوهات قادمة، وهنطوره برضو في القناة عشان خاطر يعني عملائنا المحترمين. يعني هنستكمل مع بعض باقي مواصفات الدراجة. الجروب عليها شيمانو. بص، هو العجل ده بيجي في بعض الخرابيش الخفيفة من ظروف الشحن، مش انما العجل ده لم يستخدم في مصر. كل الجروب شيمانو. فيه بقى حاجة كويسة عجباني ان هنا السرر شيمانو. السرر دي ناعمة جدا، حرير برضو، نفس النظام السرة الامامي.
الحاجات دي عمرك ما هتلاقيها في عجلة صيني طبعا. حاجات مكونات قمة وما ينفعش نقارن عجلة انجليزي بعجلة صيني. انتوا عارفين الصناعة الانجليزي لا غبار عليها. هنا بتيجي على نظام كاسة شيمانو. برضو الجنوط هنا يعني اسلاك الجنوط دي ستانلس، عمرها ما تصدي مع الزمن وتستحمل معاك. الجنوط تعتبر نص هرمي، حلو للمطبات وحد وزنه تقيل سنة تشتغل معاه. في كده مواصفات الدراجة، وفي عندنا دراجات أخرى استعمال خارج عفوا. لو حد محتاج حاجة هسيب لكم رقمي في الديسكريبشن. شكرا جدا ليكم وأتمنى لكم كل الخير.